خلي بالك، المخدرات مش بس بتدمر جسمك، ده ممكن تسرق عقلك للأبد. ذهان التعاطي مش فيلم خيال علمي. تخيل تلاقي نفسك سامع أصوات مش موجودة، أو حاسس إن الناس بتراقبك أو بتخطط ضدك. تخيل تشوف حاجات مش حقيقية أصلا وتحس إن عقلك بيخونك ومش قادر تفرق بين الواقع والخيال. ذهان التعاطي هو اضطراب عقلي خطير بيحصل نتيجة تعاطي المخدرات لفترات طويلة، وفي بعض أنواع المخدرات ممكن تحصل من أول جرعة. بيظهر في شكل هلاوس، تسمع أصوات مش موجودة، تشوف حاجات مش حقيقية، ممكن يقلب معاك ببارانويا أو جنون الشك. الإحساس إن الناس بتراقبك وعايزة تأذيك، بيحصل لك تفكير مضطرب، بيبقى عندك اضطراب في التفكير، بيبقى كلامك غير مترابط وأفكارك غير منطقية، تصرفاتك بتبقى خطيرة وعدوانية جدا لدرجة إنك ممكن تأذي اللي حواليك من غير ما تحس. المشكلة بعض الناس الأعراض بتروح منهم بعد فترة، لكن في حالات تانية الذهان بيستمر معاهم حتى بعد التبطيل وبيتحول لمرض نفسي مزمن زي الفصام. نصيحة: لو انت بتتعاطى اي نوع من انواع المخدرات لازم تتعالج فورا. صدقني، الامراض النفسية اللي بتسببها المخدرات اخطر بكتير جدا من الامراض الجسدية. اشوفكم في فيديو جديد. عمرو عاطف.